تفاصيل جديدة في قضية الأم اللي قتلت ابنها وأكلت قطعة من لحمه، وده من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوالها هي في التحقيقات. تعال نعرف الواقعة حصلت إزاي وإيه هو الهدف أو الباعث. الواقعة حصلت إن الأم مسكت إيد فاس خشبية وضربت ابنها اللي هو عنده 5 سنين على دماغه 3 خبطات. الولد وقع على الأرض، بس هي بتقول في التحقيقات إن هو كان لسه عايش. شدته على الحمام، مسكت سكينة دبحته، وكمان فصلت راسه عن جسمه. بعد كده بدأت تشف الطفل، تشفي لحم الطفل وتشفيه كمان من العظم، وكسرت العظم وقطعت اللحم على 5 قطع. ولما جت اتمسكت لقوا ان في قطعة من اللحم ناقصة او مش موجودة. هي قالت في التحقيقات ان هي سلقتها واكلتها، وبتقول ان الهدف بتاعها او الباعث ان هي طبعا منفصلة عن زوجها من 3 سنين، فبتقول ان انا حبيت اريحه واستريح. في ناس هتقول دي مش طبيعية، دي مجنونة. النيابة العامة قالت في تحقيقاتها ان تلاحظ لديها ان الست او المتهمة ديت في كامل قواها العقلية وفي كامل اتزانها، وده من واقع المعاينة الظاهرية للأم في تحقيقات النيابة العامة. لسه طبعا هنشوف التحريات، لسه ما خلصتش، وهنشوف لسه تحليل الطب الشرعي او تقرير الطب الشرعي، لسه التحقيقات ما كملتش.